اللهم صل على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. كل سنة وانتم طيبين. أكيد طبعا ولادكم حيرينكم في الأكل. كلنا طالعين من رمضان مش عارفين ناكل ايه ولا نعمل ايه. يلا بقى بإذن الله كده نعمل الرز الريزو، حاجة كده تحفة. عملناها زي بالظبط الرز اللي بنجيبه من بره. بصوا مفلفل وجميل ازاي طبعا، ودي بانيه عملتها جنبه، وكمان عملت سمبوسك انا عملته في فيديو منفصل خالص لوحده. يلا بينا بسم الله كده. اول حاجه زي ما انتم شايفين معايا بصلايه مبشوره، معايا كركم، معايا معلقه من الصلصه، معلقتين زبده، مكعب مرقه ماجي، وكمان شويه من الباربيكيا. اول حاجه زي ما انتم شايفين حطيت معلقتين من الزبده او مكعبتين من الزبده. وطبعا حاطه الصلصه اهو زي ما انتم شايفين. وهحط معاها نقطتين زيت علشان خاطر الزبده بتاعتي ما تتحرقش. وبعدين هسقط على طول البصل، ونقلب البصل كويس جدا جدا لحد بس ما البصله تطلع ريحتها، مش عايزاه يدي لون معايا. بسم الله كده، ادي البصل اهو نزلتها. قلبي بقى كويس قوي زي ما قلت لكم لحد ما البصله تطلع ريحتها. خلاص قلبتي، طبعا بكون غاسله الرز البسمتي بتاعي ومصفياه كويس في الفتره ديت. الرز البسمتي بيختلف من نوع لتاني، في نوع بتزودي عليه كوبايه ميه، وفي نوع بتضاعفي الكميه. على حسب النوع بتاعك اسألي العطار وانتي بتشتري الرز البسمتي علشان ما تحطيش مية زيادة. انا الرز البسمتي اللي انا جايباه بيتحط له كوباية مية زيادة مش ضعف الكمية. خلاص كده انا كده عملت البصلة بتاعتي زي ما انتوا شايفين، البصلة كده بتتكتك مع الزيت، سايباها زي ما هي. وعايزة اقول لكم ان الطريقة دي ناجحة جدا جدا في الرز الريزو، هيطلع بالظبط طعمه تحفة جدا. طبعا ممكن برضو تحمري مع البصلة اي فراخ، تقطعيها قطع صغيرة وتعمليها، بس انا ما عملتش كده، بس انا بقول لك دي اضافة انت ممكن تضيفيها. وكمان ممكن تقطعي بانيه زي ما انت عايزة وتعمليها سبايسي كريسبي، وتقومي جاية مقطعاها كده قطع صغيرة وتحطيها برضو على الرز من فوق. ممكن تعملي صوص مختلفة زي بالظبط اللي بتتباع جاهز، معاكي اكتر من حاجة تقدري تعمليها. عطيت برضو للبصلة بتاعتي كده تقليبة تاني، وبعد كده هضيف المكونات بتاعتي اللي انا قلت لكم عليها: كاري وكركم، معلقتين من الصلصة، باربيكيا، شوية ملح وفلفل، ممكن تحطي شطة على حسب ما انتي حابة. وهحط برضو معلقتين من الصويا صوص، بتخليه يعني بجد في حتة تانية. اهو ده الصويا صوص اللي انا بقول لكم عليه، هنحط كده معلقتين منهم ونقلب كل المكونات دي في بعضها. وبعدين نحط ايه، نحط الميه المغليه زي ما قلت لكم. انا عملت رز بسمتي، والرز اللي انا استخدمته بزود له كوبايه ميه على المعيار. يعني انا لو عامله 4 كوبايات هحط 5 كوبايات. في ناس بتعمل 4 كوبايات تحط 8. ده يا جماعة بيرجع لنوع الرز ذات نفسه، علشان ما تضعفيش الكمية على الفاضي ويطلع معجن منك. طبعا الملح حسب المذوق. شايفين لون الشوربة بتاعتي تحفة ازاي؟ سيبهم بقى يندمجوا مع بعض، وأول ما يغلوا غلوة واحدة على طول هكون ساقطة الرز. قلبي بقى كده كويس قوي. طبعا انا هعمل لكم طريقة البانيه في فيديو لوحده علشان ما اطولش عليكم الفيديو.
ده كده الرز البسمتي اللي انا بقول لكم عليه. بحطه اهو في الحله زي ما انتم شايفين، مغسول ومتصفي كويس جدا. خلاص كده. اول بقى ما نخلص ونديله تقليبه، وبعدين بقى اول ما ياخد غلوه كله مع بعضه نوطي عليه النار ونسيبه خالص. اهو التقليبه اللي انا بقول لك عليها، ونقفل كده الغطا. بصوا بقى ما شاء الله طالع مفلفل وجميل. بصوا الرزايه برزتها، ولا معجن ولا اي حاجه. عملته جنبه بانيه وعملت جنبه سمبوسك. ادي اهو شكل الرز. وطبعا دي البانيه والسمبوسك اللي انا ضفتهم عليه. بجد كان طعمه تحفة. بتمنى وصفتي النهاردة تكون عجبتكم. ما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب. اشوفكم ان شاء الله على خير في وصفة جديدة.